الوداد نهضة الزمامرة وتكلمنا عليها، يعني الفريقين بجوج مطالبين بنتيجه ايجابيه، والاكثر الوداد هو الوداد لانه غادي يستقبل داخل الميدان ديالو. كان مطالب على انه يخرج ويقدم مباراه وينتصر ويجيب 3 ديال النقاطي، لانه داخله في هذوك المباريات اللي جوك في كيف كنقولوا حنا في البدايه ديال البطوله، خاصك تستافد منهم. الديرولمون ديال المباراه انا كنظن انه فريق الزمامره ما كانش خايب، يعني كيف كنقولوا حنا نفس الوجه ديالو، امتلاك الكره كان عنده مزيان، تيخرج بكره مزيان، ضير راك شتيه قدر يسجل هدف ديال التعادل من بعد ما فريق الوداد هو اللي كان سبق كثير. واختار القضيه في الشوط الثاني فريق نهضة الزمامره كان مشى قبل ما يمشي فريق الوداد، يعني كيف كنقولوا كان هو السباق للتهديد المرمى ديال فريق الوداد اكثر من مناسبه. كاينه واحد القضيه اللي دابا مطروحه الان واللي هي يمكن وهو الدفاع ديال فريق الوداد والوصول ديال الخصم بواحد الطريقه اللي كتقدر 2 باس 3 باس، وهذه راه لاحظوها كاع المتتبعين اللي كانوا في واش الدفاع كافراد فخر الدين ولا المنظومه اللي فيها حتى لعابات الميليو مثلا ولا اللعابه اللي ولكن ملي كتشوف في لا بريمير ميطون اشاك فوا كتكون شي توغول كتلقى اللعابه دغيا كيوصلوا للكاري ديال 18 متر. وهنا غادي نجيبك المباريات. دائما ما كنديرش انا مقارنه. دابا يمكن البارح كانت مباراه مع نهضة الزمامره كيتوفر على لاعبين اللي هما عاديين، يعني كيف كنقولوا خصم اللي مفروض عليك على انك تنتصر عليه بغيتي ولا كرهتي. ولكن الا جلست اتي تروبوزي راه خصني ندير هذه القضيه. انا كنشوف واش يعني هذه المده كامله ومن منذ ماكوينا شنو هو اللي كان يعاب على هذه القضيه اللي قلتي، هي هذه ان كل فريق كيقدر يشكل عليك خطوره، وهذه وقعت. غير هو الفرق ان المدافعين اللي كانوا في عهد مكونه ماشي هما اللي كاينين دابا. دابا الا استثنيتي مفيد ادروات وبوش اغوش، مي لاكس ماشي هو. فوالا دابا والميليو ماشي هو. دابا انت لعبتي في لاكوب دي موند بواحد يعني دفاع ويمكن او نيفو ديال التربص وفي هذا اول حاجه يمكن التفكير فيها هو دفاع صلب اللي كيقدر بعدا كيخليك دائما تبقى اونفي كيف كنقولوا حنا حي ما يتسجلش عليك. انا كنقول بانه من خلال يعني المباريات دوب 3 انا كنظن بانه غادي يجيب انتباه لهذه القضيه هذه، لان القادم غادي يكون اصعب. طونك الفريق يقدر يوصل لك في اي لحظه، طونك انت تقدر فهمتي